برنامج صدى الحوار. صدى الحوار برنامج حواري فكري سياسي. صدى الحوار برنامج يستضيف ثلة من المهتمين والمختصين في قضايا الفكر والسياسة. صدى الحوار برنامجكم الأسبوعي، إعداد وتقديم الأستاذ الدياد الحاج. صدى الحوار يأتيكم كل خميس على الساعة 48:40. صدى الحوار بجدية تاقبة، فكونوا في الموعد. مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات، مرحبا بكم إلى حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الأسبوعي صدى الحوار. صدى الحوار لهذا الأسبوع يستضيف ثلة أخرى من السياسيين ممثلي تيارات سياسية أخرى لمناقشة الموضوع المشاركة السياسية، الإكراهات والعوائق. معي في بلاطو البرنامج توفيق محمود، فاعل جمعوي وسياسي، مستشار جماعي ببلدية ورزازات عن حزب الأصالة والمعاصرة. ومعي أيضا محمد منشو، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال وعضو المجلس الوطني للحزب وعضو المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين. سي محمود، مرحبا بكم. سي محمد، مرحبا. إذن نبدأ البرنامج بأول سؤال، والسؤال الكلاسيكي للبرنامج اللي هو المفهوم الشخصي للسياسة. يعني سي محمود، أبدأ بك. ما هو المفهوم، يعني كيف ترى السياسة في نظرك؟ شكرا أستاذ دياد الحاج. بداية أشكر إذاعة FM ورزازات الاستضافة في إطار برنامجها صدى الحوار. أشكركم جزيل الشكر على استضافتي لحضوري معكم في هذا اللقاء، وتنتمنى كامل التوفيق والنجاح لهذه الإذاعة ولبرنامجكم حتى يحقق الأهداف المنشودة إن شاء الله. فيما يخص السؤال من منظوري الشخصي، السياسة واحد العالم اللي خص في الناس تواصل فيه بكل دباقة وبكل احترام. سياسي معناه أن خص الإنساني يمشي مع الآخر، كان معاه في التيار أو لا ضده، ولكن يكون معاه في إطار تواصلي، يكون في إطار تفاهم، في وضوح، حتى لأنه كل واحد غادي من جهته باش بناء المجتمع، بناء البلاد، الرفع مستوى التنمية ديال هذه المنطقة. شكرا سي محمود. سي محمد، نفس الشيء، ما هو يعني المفهوم الشخصي للسياسة في نظركم؟ يعني كيف ترون السياسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للإخوان في الإذاعة صدى FM، وكذلك شكرا على استضافتكم لي في برنامج صدى الحوار. كنتمنى لكم التوفيق لهذه الإذاعة اللي احنا أحوجنا إلى مثل هذه البوادر الطيبة. شكرا. شخصيا مفهوم السياسة بالطبع فهو، يعني كلمة السياسة فهو التدبير المحكم لأي عمل معين دائما، لأن أي عمل لابد له من تدبير محكم، والسياسة كذلك فهي تحتاج إلى تدبير محكم من طرف الناس الفاعلين السياسيين. إذا لابد من التدبير المحكم للعمل السياسي.
واذا غاب هذا المساله ديال التدبير المحكم، فاننا ستكون هناك فوضى في عمليه التسيير، وما احوجنا الى الى التدبير المحكم فيما يخص تسيير الشأن المحلي. شكرا سي محمد. سي محمود، وأنتم مستشار جماعي ببلدية ورزازات، أود أن أعرف انطلاقا من تجربتكم الشخصية، هل تنصح الشباب والمواطنين، هل هذه التجربة الشخصية ديالكم في إطار بلدية ورزازات تشجع على الانخراط في الفعل السياسي؟ لا، باش نشجعوا الشباب اولا خصنا نبداو منطلق. الى ناخذوا ورزازات على مستوى بلديه ورزازات، كنا في الحزب نتاعنا حنا تنتواجدوا في المعارضه، لكن نكونوا على يقين بانه ما عمر ان تمارست المعارضه على في اتخاذ القرارات التنمويه ولا ديال هذه البلاد. علاش؟ لانه أنا من خلال تجربتي الشخصية والمتواضعة أقول بأن كاينة واحد السلاسة في تدبير الشأن المحلي في ورزازات مع الإخوان. علاش؟ لأنه من برا ديال الحزب، دابا ماش نهضر على مستوى الحزب، ولكن من بعد غنرجعوا ليه في المجال العلاقات الأخوية اللي تتربط أعضاء المجلس البلدي، فالأمور تمر بشكل سلس، والبلدية ما نقدر نقول لك بأنه راه كاينة معارضات تمارسوا الحق ديال المعارضة بشكل النيت ديال المعارضه، ولكن اللي تيتضح هو انه فريق 35 عضو جماعي في ورزازات تنظن بانه تيمارسوا الامور ديال ان اللي ممكن نصوتوا عليها تنصوتوا عليها جميعا، واللي ما اللي تكون في المصلحه ديال المدينه. هذا من جهه. من جهه اخرى، الا بغينا فعلا دوك الاليات ديال ان الفريق اللي تيسير والفريق اللي تيعارض، هذه واحد القمه ديال الديمقراطيه اللي خصها فعلا التطبيق ديالها. ولكن نظرا للعلاقات ونظرا حتى النوعيات ديال التكتلات، انا فاش دابا تشوف بانه تتكتل حزب تقدمي يساري تيتكتل مع حزب يميني، دوك المفاهيم اللي مثلا تتشوف وقتاش خص نيت تكون المعارضه بالشكل ديالها نيت مزيان، هو فاش تتشوف بانه راه كاين تيار معارض لواحد مشروع مجتمعي. بالنسبه لتشجيع الشباب، اعتقد ان لا بد من اصلاح واحد المجموعه من الامور اللي تنبداو منها، هو ديال الاخ منشو تدبير الحق السياسه هو تدبير. وفعلا ارى بان كاين قصور على مستوى هذا التدبير من مركزيا جهويا واقليميا. راه ما تنشوفوش الممثلين ديال الاحزاب نتاعنا ولا هذوك نقدروا نقولوا لي باترون ديال لي بارتي، ما تنشوفوهمش حتى تكون استحقاقات انتخابيه، حتى تكون على القريبه وعلى الابواب، عاد تنقلبوا في المجالات ديال الاستقطاب، وعاد تنقلبوا فين نديروا مقرات ديالنا، فين يمكن نجتمعوا. لكن برا ديال هذا الشيء راه تتلقى واحد الخمول، واحد الشوماج توتال ديال هاد الاحزاب. ماذا بينا تكون واحد المجموعه ديال انشطه سياسيه ثقافيه فنيه فكريه تتكون طيله هذيك المده ديال الاستحقاق. هذا ماشي تنتظروا حتى تكون انتخابات باش يمكننا نستقطبوا الشباب. دابا راه ما بقاش ديال الشباب ديال الثمانينات والتسعينات وديال السبعينات، دابا الشباب راه ولا لو فيرتوال راه كل شيء متاح امامه. اذا يجب اعاده النظر في هذه القضيه. الا بغينا فعلا الشباب ينخرط في المجال السياسي، راه خصنا نحطوا الاليات ديال كيفاش يمكن ينخرط هذا الشباب. لا بلاتفورم راه يتعاد فيها النظر، ومن بعد نذكروا علاش. نعم. شكرا سي محمود. اتوجه اليكم سي محمد، وانتم عضو سابق في تسيير الشأن المحلي، والان متتبعا قرب لهذا لهذا الممارسه على المستوى المحلي. نفس الشيء ملاحظاتكم على نعم. أنا دائما في المواكبة ديال تسيير الشأن المحلي. لماذا؟ لأنه أولا أنا كنعتبر أن التجربة اللي خضتها خلال 17 سنة ديالي كمستشار جماعي في بلدية ورزازات،
كنعتبرها يعني واحد التجربه اللي هي تجربه ناجحه والحمد لله. يعني كسبت فيها واحد العدد ديال المسائل اللي صحت لي واحد المجموعه ديال المفاهيم فيما يخص بالنسبه للتسيير الجماعي. التسيير الجماعي اللي حنا يعني ملي كنا شباب كننظروا ليه بواحد يعني بواحد النظره ديال انه راه كاين واحد العدد ديال المسؤولين ولكن ما كيقوموش بالدور ديالهم. ولكن هذا يعني المساله اللي هي انا كنحسبها مساله عكسيه، لان اي مستشار جماعي الا وانه لابد انه كيدير واحد العمل اللي هو مقتنع به. وحنايا يعني انه حنا كحزب الاستقلال عندنا ممثلين ديالنا اللي كيمثلونا في بلديه ورزازات، كنتبعوهم عن كتاب، وكيكون واحد النوع ديال المراقبه وفي نفس الوقت يعني المراقبه الحزبيه اللي يعني انه من حين الى اخر كنعقدوا معهم لقاءات وكنشوفوا يعني التسيير او العمل ديالهم يعني المستمر والعمل اللي كيقوموا به. والحمد لله كنفتخروا يعني بالتواجد ديالنا في بلديه ورزازات، وكيشرفونا الاخوان اللي كيمثلوا حزب الاستقلال سواء في التسيير المشترك الجماعي اللي كيشار ليه الاخ ديال السي توفيق، يعني انه كاين واحد النوع ديال التفاهم، كاين واحد النوع ديال الانسجام فيما يخص يعني التسيير الجماعي. والحمد لله كنشوفوا ان واحد العدد ديال المشاريع اللي تنجزات في بلديه ورزازات، والفضل بالطبع كيرجع يعني النوعيه ديال الاخوان اللي كيسيروا بلديه ورزازات. الاخ ديال السي توفيق يعني شار لواحد العمل، هو انه بالنسبه يعني المواكبه ديالنا احنا كحزب كاين واحد المواكبه سواء على الصعيد الوطني او الجهوي. علاش؟ لانه احنا حزب الاستقلال عندنا يعني واحد التنظيم محكم فيما يخص يعني الجلسات واللقاءات التكوينيه اللي كدار سواء محليا او على الصعيد الجهه او كذلك على الصعيد الوطني بصفتي كعضو المجلس الوطني. وكنشرف على واحد العدد ديال التكوينات وديال اللقاءات اللي كدار مع المواطنين. اخر لقاء اللي دار وهو اللقاء التواصلي اللي حضروا الاخ الامين العام حميد شباط في قلعه مكونه، اللي حضروه يعني 3 ديال الاقاليم اللي هي زاكوره وتنغير وورزازات. وشرفونا الاخوان في اقليم الرشيديه وكذلك بالنسبه لميدلت. هذا استعداد يعني الجهويه اللي ممكن انه ان شاء الله يعني يكون واحد النوع ديال التنسيق حزبي. شكرا سي محمد. أعود للسي محمود وأسألكم هذا السؤال، يعني ما هو تقييمكم للمشهد السياسي ككل؟ يعني هضرنا على الصعيد المحلي، لا بأس أننا نهضروا على الصعيد أكيد الوطني. أنه ما هو وطني لابد ينعكس على ما هو جهوي وعلى ما هو إقليمي، ولكن نقدر نقولوا بأنه راه المشهد السياسي فيه تجاذبات، فيه تيارات، وهذا ما غادي يكون إلا يغنيه. علاش؟ لأنه إلا غنمشيو في واحد الاتجاه اللي هو وحدي هكا راه غادي يكون حتى لا مونوتوني، غيكون ملال. ولكن اللي تنشوفوا واللي تنقراو واللي تنسمعوا الحمد لله انه كل شيء هذا الشيء راه فيه تفاعل، ما غادي يكون الا ايجابي ان شاء الله، اللي غادي يزيد يتطور ويعطي قيمه مضافه للعمل او الحقل السياسي بالبلاد. دابا تنشوفوا بانه كاين العداله والتنميه هي اللي على راس هذه الحكومه، وهي اللي هذا. انا شخصيا من الفهم ديالي المتواضع اقول بان هاد الناس ما وصلوش عبثا، راه وصلوا لانه كاين عمل. وهذا هو اللي خص دابا الاحزاب السياسيه اخرى ديالنا انها خصها تزيد تدعم العمل ديالها بواحد نوع من التواصل، لانه اذا كان التواصل غادي يكونوا الناس يثيقوا، وتكون حتى في الخطاب السياسي تكون شي حاجه اللي ممكنه تلمس وممكنه تتنفذ لا في المكان ولا في الزمن تاع. انا اجمالا انا اقول بان المشهد السياسي على مستوى البلاد ديالنا الحمد لله راه بخير، اللي غادي يبرر هذا الشيء تنقول بان الربيع العربي بالنسبه لنا حنا داز عندنا بشكل سلس وما كان عندنا فيه حتى مشكل. علاش؟ لانه
تربينا على واحد المجموعه ديال الامور اللي خلاتنا نواجهوا هذاك الربيع العربي ونواجهوا التيارات اللي تقدر تكون تؤدي بنا لشي حاجه اللي ما مزياناش الحمد لله. ولكن الحمد لله على كل حال ان المشهد السياسي ما غنقول كله راه مفرش بالورد، ولكن لا بد من اعاده النظر في واحد المجموعه ديال الامور، خصوصا في المجالات ديال التواصل، في المجالات ديال والتكوين الاساسي والتكوين المستمر. لانه ما كانش تكوين راه ما الانسان غادي يبقى في بورني وغادي يبقى في المكان ديالو ما غاديش يتطور. نعم. نفس الشيء سي محمد، يعني المشهد السياسي والفعل السياسي، هل هناك يعني فعل سياسي حركي بالمعنى الكامل للمعنى للكلمة، يعني على مستوى العلاقات ما بين الحكومة والمعارضة والأحزاب بيناتها يعني والأحزاب في المطبخ الداخلي ديالها، واش الأمور كلها كما يرام يعني؟ ما غاديش نقولوا انه يعني المسائل كلها يعني كما يرام، واللي كنتمناو هو انه حنا كنتمناو التوفيق والسداد يعني لهاد الحكومه ديال العداله اللي كتقودها العداله والتنميه، يعني مع الشركاء ديالها الحركه الشعبيه وكذلك بالنسبه للبي بي اس. ولكن ما غاديش نقولوا انه راه يعني كاين يعني الرضا الكامل، مع احتراماتي للاخوان ديال العداله والتنميه في اقليم ورزازات. حنا كتربطنا معهم علاقات طيبه وكنحترموا يعني الاراء ديالهم، وكنحترموا كذلك يعني التعامل ديالهم سواء على الصعيد المحلي. ولكن فيما يخص بالنسبه للتسيير الحكومي كنشوف انه راه كاين واحد النوع ديال يعني ديال الاستياء فيما يخص بالنسبه يعني العموم يعني المواطنين المغاربه. هذا الاستياء ناتج عن السياسه اللي كتنهجها الحكومه. اولا السياسه اللي كتنهجها الحكومه واللي دازت المده ديالها 3 سنوات، ما عرفوا الناس الا انه كاين واحد النوع ديال التراجع فيما يخص بالنسبه لحقوق الانسان، كاين واحد النوع ديال التراجع فيما يخص حقوق الانسان، وكاين العوده لسنوات الرصاص. علاش؟ لانه واحد العدد ديال المسيرات الاحتجاجيه والوقفات اللي كانت تمنعات، وكذلك يعني واحد العدد ديال الناس المحتجين اللي كيتعرضوا سواء يعني للضرب والقمع، وكذلك بالنسبه لواحد العدد ديال المحاكمات اللي دارت يعني سواء على الصعيد المحلي هنايا وكذلك على الصعيد الوطني. وهذا يعني انه اللي كيجعلني انه باش نقول انه كاين واحد النوع ديال التراجع فيما يخص حقوق الانسان. كاين واحد النوع اخر اللي هو كاين الاعتداء على المواطن المغربي البسيط. اولا في الارتفاع ديال الضرائب، واحد العدد ديال الضرائب يعني انه برزت يعني من جديد، في حين انه كانت الحكومات السابقه كتسعى انه كتقلص من الضرائب، واهمها الضرائب اللي كانت تقلصات فيما يخص بالنسبه للموظفين. كاين واحد النوع ديال النقص في الضرائب، ولكن بالنسبه للحكومه الحاليه ولات تزاد في واحد العدد ديال الضرائب. ثم كذلك سي محمد الا سمحتي اسمح لي واخا قطعتك، يكون التركيز ديالنا على يعني الممارسه السياسيه، الفعل السياسي، مش يعني الانجازات. نعم. الممارسه السياسيه الان في المغرب واش سليمه؟ يعني في الممارسه السياسيه في المغرب غير سليمه وبعثرت واحد العدد ديال الاوراق. علاش؟ لانه كنا موالفين، يعني كنشوفوا انه بالنسبه للحكومات السابقه كاين واحد النوع ديال التعامل مع المعارضه بواحد النوع ديال الاحترام. المعارضه ملي يعني انه كتقوم بالواجب ديالها وكتنتقد، يعني انه كتقوم بالعمل ديالها اللي كيخول لها الدستور. ولكن فيما يخص بالنسبه للرد الحكومي كنشوفوا انه كيكون واحد الرد باللبقه. العكس فيما يخص بالنسبه لهذه الحكومه كنشوفوا دابا يعني فين وصل الحوار، غير نشوفوا غير فيما يخص بالنسبه للبرلمان. يعني انه الانسان يستحي انه يعني يباشر يعني احد الجلسات الحواريه اللي كتكون في البرلمان. علاش؟ لانه المستوى ديال الخطاب ولا يعني منحط. الطريقه ديال الرد وبالاخص بالنسبه لرئيس الحكومه وكذلك بالنسبه لواحد العدد ديال الوزراء وبالاخص اللي كينتميوا للعداله والتنميه، كاين واحد الرد ديالهم اللي هو رد عنيف.
وهذا ما عمر يعني المشهد السياسي كيشهدوا في البلاد. وهنايا ممكن انه باش نحكموا انه نقولوا ان السياسه راه يعني ما غاديش بخير ولا خير. إذا مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات، أدعوكم إلى وقفة استراحية، وبعدها نعود لممارسة لاستكمال باقي النقاط يعني في هذا البرنامج. نعود مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات، لاستكمال نقاط برنامج صدى الحوار. موضوع هذه الحلقة للتذكير هو المشاركة السياسية، الإكراهات والعوائق. معي في البرنامج كضيوف كرام سي توفيق محمود، فاعل جمعوي وسياسي، مستشار جماعي ببلدية ورزازات عن حزب الأصالة والمعاصرة. ومعي أيضا سي محمد منشو، الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال وعضو المجلس الوطني لذات الحزب وعضو المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين. إذن مرحبا بكم سي توفيق وسي محمد مرة أخرى. لنستكمل نقاش هذه الحلقة، ومع نقطة ديال أود يعني أن أعرف، قبل الفاصل الغنائي كنا هضرنا على بعض العوائق وبعض يعني المظاهر ديال المشهد السياسي الآن. يعني ماذا على الحكومة والمعارضة فعله لتجاوز هذه الحالة وهذا الاحتقان ربما السياسي إن شئتم أن نسميه كذلك؟ سي توفيق. ماشي نقدر نقول في هذه المسألة الحكومة والمعارضة يمكن تيمثلوا علينا. لا، اللي أكيد هو أساسي أن كما أشار الأخ سي منشو، كاينين أمور اللي بكل صدق فقدت الدلالة ديالها على مستوى الخطاب السياسي وحتى الأداء الحكومة ديال الأستاذ عبد الإله بن كيران تتضح بأنه ما كاين انسجام. كيقلنا علاش؟ انه حتى لي كومبوزونت ديال الحكومه تتلقى فيها تسطع وتتجبر الخاطر لهذا ولهذا باش يمكن تبني على حساب السياسه العامه ديال البلاد وعلى حساب التنميه وعلى حساب المواطن المغربي اللي هو اللي تيأدي الضريبه في البداية وفي النهاية. الغلاء المعيشة، الضريبة غالية، الارتفاع الضريبي، ودابا المسألة ديال هذه العملية ديال ارتفاع أسعار النفط استبشر المواطن المغربي خيرا فاش كان واحد الوقيته كل شهر تتقلص، وكان التقليص تيكون ب 20 سنتيم 30 سنتيم، ولكن فاش تتولي الارتفاع ديال الاسعار ما تتولي الا ب 70 80 سنتيم. وهذا ما غاديش يؤدي الى احتقان كبير، وما غاديش يكون يؤدي بالحكومه الا انها خصها تراجع الاوراق ديالها، وتنطلب من المعارضه تمارس المعارضة ديالها بشكل أساسي وشكل سلمي، لأنه بوحدها كمعارضة إذا كانت تبني المواقف ديالها في الملفات اللي تواجه بها الحكومة. لأنه الشيء فين تيتفهم المفهوم ديال المعارضة هو أن خص الحكومة تأخذ بعين الاعتبار المواقف أو الأمور اللي تتعارضها المعارضة. علاش؟ لأن راه يمكن تكون تبني بها تزيد بها الإصلاحات اللي تقدر تشمل المواطن. في نهاية المطاف لا الحكومة ولا المعارضة إلا كانوا كل واحد يخدم في الاتجاه الصحيح ديالو بدون تزايدات، بدون ما تكون المسألة ديال أنه يكونوا نديروا دي كومبارس نبداو نطلعوا على بعضياتنا، الحكومة دير داكشي اللي بغات والمعارضة دير بحال تتعارض وهي ما كاين معارضة. بقدر ما خص الناس كل واحد في حدود مسؤولياته واختصاصه أنه يمارس هذه المسألة باش نخدموا البلاد في الجانب الإيجابي والصحيح. شكرا سي محمود. سي محمد، نفس السؤال، يعني ماذا على الحكومة والمعارضة فعله لتجاوز تلك النقاط السوداء التي أشرتم إليها والتي تلطخ ربما هذا المشهد السياسي؟ أنا اللي كنشوف هو أنه لابد من يعني أن الحكومة تحاول باش تراجع الأوراق ديالها وتراجع يعني التعامل ديالها. أولا لأن الدستور الجديد كيمنح واحد المجموعة ديال الصلاحيات فيما يخص بالنسبة لرئيس الحكومة وكذلك بالنسبة للحكومة عكس الحكومات السابقة.
نفس الشيء هو انه بالنسبه للمعارضه، يعني انه حتى هو حتى هي يعني كيعطيها يعني الدستور الجديد ان يعني الفرصه على اساس انه الابراز ديال المؤهلات ديالها فيما يخص يعني الطريقه ديال التعامل مع الحكومه. ولكن اللي ما بغاش يعني انه يتفهم المغاربه هو الطريقه ديال التعامل ديال الحكومه مع يعني التطلعات ديال المواطنين ومن خلالها يعني التدخلات ديال المعارضه. سبق الاخ ديالي السي توفيق اللي شار يعني المساله ديال يعني واحد النوع ديال عدم التوازن فيما يخص بالنسبه للزيادات والنقصان فيما يخص بالنسبه للمحروقات اللي يعني الناس تجرعوها يعني على المراره، لان هذيك الزياده في المحروقات هذاك هو الخط الاحمر اللي كيفصل ما بين انسحاب حزب الاستقلال من حكومه عبد الاله بن كيران. دائما انه هذا هو حنا الخط الفاصل اللي جعل حكومه يعني اللي جعل حزب الاستقلال يعني ينسحب من المعارضه. نعم، يتجه للمعارضه. كذلك فيما يخص يعني فيما يخص الزياده كذلك في الاسعار كاين. علاش؟ لان بالنسبه للمحروقات هي الباب يعني او النافذه اللي ممكن ان من خلالها كتطلع على الاسعار ككل ديال المواد الغذائيه. وهنا المواطن راه يعني انه كل صباح الا انه كيستفيق على واحد العدد ديال الزيادات. اذا هذا اللي كيجعل انه لابد ان بالنسبه للحكومه خصها يعني تاخذ بحزم يعني المصلحه ديال المواطنين فوق كل اعتبار. نعم. اذا بحكم يعني تواجد حزبي يعني حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة في موقع المعارضة، أود أن أعرف ما هي الإضافة التي يعني أضافتها المعارضة للفعل السياسي في هذه الولاية السياسية؟ اكيد غادي يكون نوع من التوازن. علاش؟ لانه فاش تكون تتحس بانه كاينه حكومه ما غاديش كل شيء غيبان لي بانه اللوطوروت باش دير كل شيء اللي بغات، غتحس بانه كاينين الناس تيعارضوا، الناس تتراقب، لان المعارضه راه تتنصب وتتكون في الموقف ديال المراقبه، وانها تتكون فين ما تتشوف شي امور اللي ما يمكنش تكون تتبان بانه غادي في الاتجاه الصحيح، الا وتدير لك السينيال ضرر تتعلن. ولو ان واخا ما غاديش نقولوا بانه راه بعد الخطرات تتكون المعارضه تتغوت وما كاينش الحكومه داكشي اللي في المجال ديالها وداكشي اللي برمجاتو تديرو، ولكن كاينين محطات اللي بكل صدق تيرجعوا لانه تيعاودوا بحال نسميوها بهكا باعاده النظر، تتعاود تاخذ موقف، تتشوف واش فعلا هذا الشيء صحيح ولا ما صحيحش. الا كانت فعلا هذولا حنا تنشوفوا على مستوى الاصاله والمعاصره بانه كاين مواقف اللي وقفوا فيها الاخوان، انسحاب من واحد الاجتماع من البرلمان، وكانت واحد المجموعه ديال الامور اللي داروها مع الاخوان اللي في المعارضه دارت باش تحسس الحكومه بانه راه ماشي بوحدها اللي كاينه، راه كاين الناس اللي تيراقبوا تيشوفوا. لانه حتى الدستور مثلا حاليا الدستور الجديد للمملكه راه عاطي واحد المجموعه من الاليات ديال المراقبه وديال ان المعارضه حتى هي عندها موقفها وعندها هذا ديالها. خص غير اللي تنتمنوا انها تكون تطبق في المجالات اللي تتخص التنميه وتتخص الحاجيات المهمه ديال المواطن المغربي. نعم. السي محمد، حزب الاستقلال بدأ الولاية السياسية بالمشاركة في الحكومة، وبعد ذلك يعني بوقت قصير انسحب من الحكومة المعارضة. الآن السؤال المطروح وهو ما هي إضافة حزب الاستقلال من داخل المعارضة؟ حزب الاستقلال دائما يعني في التاريخ ديالو دائما انه ملي كيشوف انه واحد المساله يعني كتمس يعني المواطن، الا وانه كيكون يعني من بين السباقين يعني المساله ديال انه يعني وضع الحد لهذا النزيف. كيشرط انه حزب الاستقلال كيشعر او يستشعر
أن هناك يعني اعتداء على المواطن وعلى القوة الشرائية والقدرة الشرائية ديال المواطن. هذا اللي جعله أنه باش ينسحب والتحق بالمعارضة. والحمد لله أنه لقى يعني أنه الناس أكفاء كذلك اللي هما الشركاء ديالنا في المعارضة، حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة، وكذلك الاتحاد الدستوري، اللي دائما كيكون واحد النوع ديال التنسيق وديال يعني العمل المشترك فيما يخص يعني مواجهة يعني هاد التسونامي ديال الحكومة. علاش؟ لأن أولا بالنسبة للحكومة كنشوفوا أنه كاين واحد النوع ديال عدم الانسجام فيما يخص التسيير داخل الحكومة. واللي كيبين هذا الشيء هو أنه يعني ممارسة المعارضة اللي هي كتكون يمكن نسميها شكلية فيما يخص بالنسبة للمكونات ديال الحكومة. كاين في بعض الأحيان أنه بالنسبة لبعض الأحزاب وبالأخص بالنسبة للبي بي اس وكذلك بالنسبة للحركة الشعبية كاين يعني كيتخذوا بعض المواقف بالنسبة لبعض الخرجات يعني لا منطقية ديال رئيس الحكومة. علاش؟ لأنه كتكون واحد العدد ديال المسائل وبالأخص يعني الفلتات اللسان ديالو فيما يخص بالنسبة للقاءات ديالو التجمعات ديالو الحزبية، كيتجرد من الشخصية ديالو كرئيس الحكومة وكيتقمص الشخصية ديال رئيس حزب. وهذا اللي كيجعل أنه بالنسبة يعني الإخوان ديال العدالة والتنمية يعني كيحسوا بواحد دائما كيحسوا بالنشوة ديال الفوز، وهذيك النشوة مازال كاع ما بغاتش يعني تنسى لهم. وهذا هو الخطأ. هنا فين كيكمل الخطأ. علاش؟ لأنه التدبير الحكومي راه تدبير مشترك. ربما الشيء هذا كيعطي تداعيات على مستوى التواصل كما أشار السي محمود. هو أنه بالنسبة لرئيس الحكومة غالبا وقت ما كاين شي مناسبة ما كيخليش شي مناسبة اللي ما كيبينش ديك الأنا اللي احنا يعني انتخبونا المواطنين المغاربه بغاونا على اساس انه باش هذيك القصيده راه خصها تنسى نهائيا. دابا راه كاين العمل اللي هو عمل تشاركي ما بينه وبين المكونات ديال الحكومه اللي هي ثلاثه ديال المكونات زائد المكون الجديد اللي هو ديال التجمع الوطني للاحرار. خصو يعني انه جميع الاعمال اللي كدار خصها تبناها الحكومه كحكومه وليس كحزب. وهنايا كاين حتى واحد النوع اخر اللي هو ديال التنكر ديال المشاريع اللي بداته الحكومات السابقه، ونظرا لانه بالنسبه للاداره دائما كتكون الاستمراريه لابد ان هذه الحكومه خصها تكمل، ولكن كيكون يعني الركوب عليها على اساس انه هما اللي داروا مساله ديال الرميد، يعني انه مساله ديال استكمال الملف ديال الرميد اللي بداته الحكومه ديال عباس الفاسي. إذن علاش يعني نركبوا عليها حنايا كحكومه جديده وحنا اللي درنا نفس الشيء بالنسبه لواحد العدد ديال المشاريع اللي دارت يعني انه اللي دارت في الحكومه السابقه، ولكن كاين الاتمام ديال هذا الملف يعني في هذه الحكومه في المنظور ديال هذه الحكومه. شكرا سي محمد. يعني وحنا كنتداولوا في موضوع المشاركه السياسيه. اود ان اعرف يعني منظوركم سي محمود لهذه المشاركه السياسيه. هل فعلا تؤمنون بان هناك عزوف سياسي من طرف المواطنين في الاقبال على المشاركه على المؤسسات السياسيه بصفه عامه، على الانخراط في الاحزاب، على ممارسه هذا الفعل السياسي كل من الزاويه ديالو؟ واش كتلاحظوا بانه ما كاينش اقبال؟ اكيد كاين عزوف، والجواب اللي غادي نعطيك هو ديال نسبه المشاركه في الانتخابات الاخيره اللي تقريبا تعبر بشكل واضح وصريح بانه كاين عزوف المواطن المغربي على هذه الاستحقاقات. وإلا جينا ثاني نشوفوا الظروف السياسيه اللي كاينه ان يمكن رب ضاره نافعه الاخوان على مستوى العداله والتنميه يلعبوا على ذاك الوتر ديال ان خص كاين واحد المجموعه ديال التقلبات اللي والظروف العالميه ما نسميوها غير المحليه ولكن الظروف العالميه اللي كانت عرفتها الساحه الدوليه لعبت لصالح ان العداله والتنميه يكون على راس هذه الحكومه ويكون يكون هو الحزب اللي تيحكم دابا
وهما اللي تيسيروا. ولكن اللي اكيد هو الى هذا العزوف كاين على مستويات كثيره وعديده. اذكر منها ان اللي كاين تنظيميا ارى بان الاحزاب السياسيه مازال ما وصلتش لذاك المستوى ديال فعلا تجرد من هذيك فقط تتفوكاليزي العمل ديالها غير على الاستحقاقات الانتخابيه. خص لها بدا من اعاده النظر في هذه المساله. الا ما كاين ثقافه فكريه في سياسيه في البلاد راه صعيب ان المواطن المغربي تجي تقنعه. راه باش يمكن تكون استماله ويكون تشجيع الشباب على هذه الامور ديال السياسه، راه لا بد من ان تكون الارضيه مناسبه. باش اولا الاحزاب السياسيه ضروري ان تنزل عند القواعد، ضروري تكون نازله عند القواعد ديالها. علاش؟ لانه القاعده هي الاساس اللي تتعطي القوه للحزب، هي اللي تتعطيه المناعه، هي اللي تتعطيه واحد اون بيرينيتي، تتعطي واحد الاستمراريه في الحياه. ولكن اللي اساسي في هذا الشيء كله هو حنا غير من خلال التجربه الشخصيه تنشوفوا بانه ديال الاستحقاقات تيكونوا ممثلي الاحزاب السياسيه يجيو في لي سيتينغ، يجيو في اللي يديروا الهذا نتاعهم بغينا نديروا حتى اللي كان اللي زوين في هذه التجربه السياسيه ديالي هو فاش كنا في الاستحقاقات ديال 2009 فاش كنا في 2009 في الاستحقاقات ديال المجالس البلديه كنا في اشكال ديال ان تتلاقى مع الشباب تبغي تقنعوا تيقول لك اعطيني البرنامج السياسي. البرنامج السياسي كان واحد الوقيته تيدار ليه استنساخ وتيخرج بالملايين ديال النسخ وتيتفرق، ولكن فارغ من المحتوى ديال ان ما كاينش اللي يعطي لنفسه الفرصه ديال يقرا الخطاب السياسي. ونقطه اخرى كاع الا قرينا الخطاب السياسي ولا المشروع السياسي ولا هذا ديال الحزب واش الى اي حد تيتماشى مع الوضع، لانه تنقدر نقول لك بكل سهوله لن يجيب الى طموحات ولا تطلعات الشعب او المواطن. علاش؟ لان انا غنقرا عليك كاع البرنامج السياسي ديال الحزب ديالي، ولكن تجي تشوف الامباكت، تشوف واش الاثر ديالو على مستوى هذا، تلقى بانه راه ما هي الا وسيله باش نوصلوا بها الانتخابات، نوصلوا بها للمقاعد. اذا الا بغينا فعلا نشجعوا الشباب على المشاركه السياسيه، راه لابد من فتح مقرات ديال هذه الاحزاب ونعطيو الشباب الفرصه ديال ان يتناول. لانه كانت واحد السي محمود نتداولوا في اسباب ديالها قبل ما نشوفوا اقتراحات في اعتقادي انا. كانت واحد الوقيته تتبان دوك نسميهم شيوخ الاحزاب السياسيه، ما غاش نسميهم رؤساء الاحزاب السياسيه. انا تتلقى رئيس حزب من الاستقلال حتى يمكن بعدو غير العمر ولا بعدته الوفاه. علاش؟ لانه ما كاينش ذاك التداول السياسي النيت بالمفهوم ديالو الديمقراطي. 4 سنين 5 سنين نعطي فرصه لواحد اخر، تتلقى واحد الاسم تيبقى مستمر في حزب مده معينه. وهذا واحد من الامور اللي تتشوفوا. كاين كاع احزاب اللي يتم توريثها بهذا الشكل هكا. ولكن الى فعلا بغينا خصنا نديروا قطيعه مع هذه الممارسات لا سياسيه. السياسه تقتضي ان يكون عندك واحد البرنامج ويكون عندك واحد المبدا اللي يكون فيه واحد المجموعه ديال العناصر تنشوف فيها يكون التواصل ويكون التشارك ويكون الانفتاح والوضوح. ما كانوش هاد الامور، ويكون تحت واحد القضيه اساسيه. راه غادي تنزل ثاني غدا للساحه وتنزل للشارع وتطلب الناس يصوتوا عليك، راه ما يصوتوش عليك. علاش؟ لانه شنو هو المفهوم ديال بالنسبه لنا؟ راه غادي ثاني نشوفوا العزوف الا كان في 43 ولا 44%، راه نكونوا على يقين بانه غادي ينزل. علاش؟ لان الشباب ديال دابا الا ما قنعتيه نيت بالمفهوم النيت ديال الاقناع، وخصك تستعمل جميع الوسائل الاقناع، راه ما غاديش يمكن نوصل. وانا ناشد من المنبر ديالكم المحترم ونتمنى ليه استمراريه ان شاء الله في العمل ديالو، انه ناشد السياسيين تاعنا باش ينزلوا عند القواعد. الا ما نزلوش للقاعده وما كانش تواصل بينهم والقاعده، كونوا على يقين بانه راه غادي ترجع حليمه الى عادتها القديمه. شكرا. شكرا سي محمود. سي محمد نفس الشيء، يعني ما هي الاسباب التي ترونها وراء هذا العزوف السياسي الان الحاصل؟ فعلا بالنسبه يعني العزوف السياسي،
كنظن انه غادي باقي يستمر يعني العزوف السياسي، وغادي ربما انه غادي تنزل من يعني من النسبه الى اقل. الاسباب ديالو هو انه كاين واحد النوع ديال الميوعه السياسيه، خصوصا ديال الديمقراطيه، هما يعني السبب فيما يخص يعني انه تمييع العمل السياسي. كان واحد العدد ديال الناس اللي هما كيشرت لهم اعداء ديال الديمقراطيه كيشيروا على اساس ان كل انسان اللي كيمارس السياسه ولا اللي يعني كيدخل في غمار يعني المشاركه في الشأن المحلي، الا وانه راه عنده اهداف او عنده طموحات او عنده واحد العدد ديال المسائل. هذا اللي كيجعل واحد العدد ديال الناس انه كيشوفوا في السياسه يعني انه راه غير مضيعه الوقت، مضيعه يعني الاهدار المال العام. ولكن العكس، علاش؟ لانه خص تكون عندنا ثقافه سياسيه صعيبه، يعني انه في هاد السنوات الاخيره، رغم انه في السنوات ديال السبعينات وكذلك فيما يخص بالنسبه للسبعينات اللي انا عشتها كطفل، كنت انه كنشوف انه راه كاين واحد النوع ديال التوعيه السياسيه. اولا التوعيه الشبابيه، علاش؟ لانه دائما في الاحزاب دائما يعني انها كتعمل في اطار يعني التنشيط ديال الاطفال، وهذيك هي يعني المنبت ديال السياسي ديال المستقبل. الحمد لله حنا انا من هاد الدرجات جيت انا يعني انه كطفل في المخيمات الصيفيه، وتشبعت يعني بالافكار يعني ديال الحزب، وشاركت واحد العدد ديال المؤتمرات وديال اللقاءات الشبابيه، وتكونت واحد العدد ديال التكوينات الشبابيه. وهذا الشيء اللي خاصنا. للاسف هو انه المدارس السياسيه يعني اللي كتكون يعني قليله بزاف. كانت انذاك يعني المؤسسات ديال الاحزاب التقدميه هي اللي ممكن انه باش اللي كانت كدير يعني هاد الاعمال. وكذلك بالنسبه يعني الاحزاب اللي هي ديمقراطيه اللي هي كتامن بالفكر انه تكوين ديال المواطن هذا الشيء اللي خصو يرجع. انا كنتمنى انه بالنسبه لهذه الجمعيات، لانه دابا كاين العمل الجمعوي اللي هو دابا سائد وهو اللي كيطغى في الساحه، كنتمنى من الناس الجمعويين، من فاعلين الجمعويين، انهم يحاولوا باش يوعيوا الناس لهذه المساله السياسيه. علاش؟ لان العمل الجمعوي فهو بدايه للعمل السياسي. شكرا سي محمد، شكرا سي توفيق. اسمح لكم واسمح مستمعي الافاضل نديروا وقفه غنائيه، ومن بعد ما نتداولوا في اخر نقطه في هذا البرنامج. نعود مستمعي الأفاضل، مستمعاتي الفضليات، لمناقشة آخر نقطة في هذا البرنامج. معي للتذكير سي محمود توفيق وسي محمد مانشو. مرحبا مرة أخرى. يعني قبل ما ننتهيو من البرنامج لابد مننا نعطيو شي اقتراحات إن كانت يعني لتجاوز هذا الوضع، لتجاوز هذا العزوف السياسي، ودعوة الناس للإقبال على المشاركة السياسية والفعل السياسي والحضور ديالها في المؤسسات السياسية بصفة عامة. أكيد إلا بغينا فعلا باش الناس تجي تقبل على السياسة ويكون انخراط جماعي ويكون انخراط نيت مكتف، لابد من دوك النقاط الاساسيه اللي كنت ذكرتها في البدايه، وتنشوفها من منظوري الخاص انها اساسيه. راه السياسه كاينه ماشي ما كايناش، ولكن كل تيتناولها من منظور ديالو الخاص ولا من الطريقه اللي غادي تكون توصلوا اقرب فرصه في كما تنقولوا واحد لو راكورسي، يكون واحد هذا ديال الطريق باللي غادي يكون يربحوا في الوقت اللي ماشي هذا هو اللي خصنا ناخذه في السياسه. السياسه هي تداول، هي واحد الوقت غادي تكون تتحكم، واحد الوقت تكون في معارضه وغادي تكون هي بالشكل، ولكن اللي اساسي ومهم فيها هو كيفاش نستقطبوا الناس. عمليه الاستقطاب
عملية الاستقطاب لن تتم باش غادي نكون نعطي واحد الخطاب رنان ولا غادي نجيو نقول للناس غادي ندير، هذه ما بقى حد غيثيق بك. واش كاين شي مشروع سياسي نيت عند الحزب يتحط للارض ويتناقش؟ الحمد لله دابا الناس غادي تتوعى وغادي تتفهم، بغينا ولا كرهنا كاين وسائل الاعلام اللي غادي تتطور، راه كل شيء معروف وكل شيء واضح وكل شيء مفهوم. اذا انا ارى بانه لابد من ان على السياسي ياخذ هذه النقط الثلاث اللي كنت ذكرتها اساسيه، اللي هي التواصل والتشارك والانفتاح على القاعده، معناه انه النزول الى القواعد من اجل يحسوا الناس. حتى عرفتي نعطي مثال، واحد الحزب في 97 في الانتخابات ديال 1997 اللي هو البي اس دي، اللي دابا ما بقاش هذاك البي اس دي الحزب الديمقراطي الاشتراكي اللي دابا تفيزيونا مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه. هذاك الحزب اعتقد بانه ما النهار انخرطنا فيه ما عمرنا شفنا قائد حزبي على مستوى المركزي ينزل يتلاقى مع القاعده على مستوى ورزازات، الا واحد الاستاذ اللي عنده علاقات هنا في ورزازات اللي هي الخماس، وجات له واحد في اللقاء حبي وجات وزاره المقر ديال البي اس دي في ورزازات. هذا المقر كان دار بناء على اشتراكات الاخوه المنخرطين في الحزب، هما اللي تيخلصوا الكرا، هما اللي تيخلصوا الضوء، هما اللي تيخلصوا الماء. معيه واحد البرلماني اللي ديك الساعه كان هنا تيعطي واحد الحصه ما نقدروش نقولها، ولكن غير حصه باش نضمنوا داك هذا. وهادو امور غير بسيطه بغيت باش نبين بانه راه ماشي في المقر وماشي في هذا، ولكن في الافكار وفي القاعده وفي انك تنزل عند الناس وتتواصل معهم باش يمكن نبنيو قاعده سياسيه للاحزاب نتاعنا في المغرب العميق اللي هو اساسي. مره اشكركم على هذه الاستضافه وتحيه واتمنى لكم النجاح. شكرا سي محمود. نفس الشيء سي محمد، يعني بعض الاقتراحات اللي ممكن اننا نتجاوزوا بهم يعني هذا العزوف السياسي الحاصل الان. في الحقيقه يعني انه يعني لإقناع المواطنين على عدم العزوف السياسي، كنتمنى أنه فيما يخص النداء الأول اللي كنت شرت ليه في الكلمة الأخيرة، هو أنه بالنسبة للجمعيات ديال المجتمع المدني كنتمنى أنه باش تكون يعني هي اللي خدات البادرة اللي ممكن أنه تكون مكملة للأحزاب التكوين ديال المواطنين بالنسبة للأحزاب السياسية. وفي نفس الوقت يعني أنها هاد الجمعيات كنعرفوا أنه الآن يعني النشاط ديالها يعني أنه يعني ناشط، يعني أنه نشاط بارز جدا. كنتمنى أنه باش ما يكونوش غير كائنات انتخابية ملي كتوصل الانتخابات الاستحقاقات كيوليو غير كائنات انتخابيه وكيساعدوا يعني واحد العدد ديال الناس وديال الاحزاب، لا، بل انهم خصهم هما يدخلوا، وهما الشباب واللي عليهم يعني ان الوطن عليهم كيعول. بغينا انه بالنسبه لانه تجديد ديال النخب، نعم، الناس اللي فاتوا يعني انه راه قدموا واحد العدد ديال الخدمات، يعني من الاحسن انه نستفدوا من التجارب ديالهم، ولكن خص الشباب حتى هما ياخذوا المشعل. نعم. كذلك فيما يخص بالنسبه للتسيير او التدبير ديال الشأن المحلي، كنتمنى انه بالنسبه للاستحقاقات اللي هي مقبله ان شاء الله نلقاو فيها واحد العدد ديال الناس اللي عرفناهم في الساحه الجمعويه، وهما اللي ممكن انه اللي عندهم يعني واحد الرصيد كبير فيما يخص بالنسبه للطموحات ديال الشباب. ثم كذلك بالنسبه للشبكات التواصليه، على سبيل المثال الاذاعه ديالكم اللي كنتمنى لها كامل التوفيق، يعني تكون عباره عن منبر يعني من اجل توعيه المواطنين على اساس انه باش يكون واحد النوع ديال الاقبال من اجل اختيار النخب، وهذا الاختيار ديالهم يكون نابع عن قناعات من اجل يعني المصلحه ديال البلاد، ما يكونش من اجل غير مساله ديال الاثنيات، تكون الاثنيه العرقيه ولا تكون القبليه ولا شي حاجه، لا، بل انه تكون عندنا واحد النوع ديال الحس الوطني،
كنامنوا بالحس الوطني، وكنامنوا بالحس انه بالنسبه لهذه البلاد بغينا باش تقدم، وبغينا انه نقطعوا مع الناس اللي هما اللي حنا كنعتبروهم كائنات انتخابيه. لانه كاين واحد العدد ديال الناس اللي هما كيتسناو غير انت كتجي هذه الانتخابات على اساس انه باش يدخلوا الغمار ديالها ويعاونوا هذا، علاش؟ باش يطلعوا فلان وينزلوا الاخر. ولكن هذا كنظن انه الطريقه اللي ممكن انه باش نقنعوا بها الشباب الان، فهي الطريقه اللي هي حديثه، طريقه ديال المواقع التواصل الاجتماعي، اللي ممكن انه باش نستخدموها حنا كسياسيين فيما يخص يعني التوعيه ديال الناس، على اساس انه باش يكون واحد النوع ديال الاقبال، وماشي غير الاقبال يعني المكتف فقط، ولكن الاقبال الايجابي. بغينا انه باش يكون واحد النوع ديال الاقبال يكون ايجابي، ويصب في الجهه اللي هي اللي ممكن انه باش يعني نمشيو في الجانب التنموي. نعم. شكرا سي محمد. وبهذا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم التي كانت يعني خصصت لمناقشة المشاركة السياسية، العوائق والإكراهات. حرصنا على أن نستضيف مجموعة من ممثلي التيارات السياسية المختلفة، وبهذا يعني نستكمل نقاش هذا الموضوع، وأضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة إن شاء الله بضيوف آخرين وموضوع آخر. حرصنا كما قلت أن يعني نتطرق إلى الموضوع من زوايا مختلفة، وأن نستضيف تيارات مختلفة. استضفنا في بداية الحلقة في أول حلقة ممثلا عن التقدم والاشتراكية، وفي ثاني حلقة العدالة والتنمية، وفي هذه الحلقة حزب الاستقلال والمعاصرة والأصالة والمعاصرة. إذن شكرا سي محمد، شكرا سي محمود، كنتم ضيوفي الأعزاء في هذه الحلقة. كان خلف الميكروفون محدثكم ديت الحاج. ضيوفي للتذكير: محمد منشو الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال، عضو المجلس الوطني للحزب وعضو المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين، وسي سي توفيق محمود، فاعل جمعوي وسياسي، مستشار جماعي ببلدية ورزازات عن حزب الأصالة والمعاصرة. مستمعي الأفاضل، إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة والأسبوع القادم مع ضيوف آخرين وموضوع آخر. صدى الحوار. صدى الحوار برنامج حواري فكري سياسي. صدى الحوار برنامج يستضيف ثلة من المهتمين والمختصين في قضايا الفكر والسياسة. صدى الحوار برنامجكم الأسبوعي، إعداد وتقديم أستاذ عديات الحاج. يأتيكم كل خميس على الساعة 8:40. صدى الحوار، الحوار بجدية ثاقبة، فكونوا في الموعد.